الموقف ديال الحزب الاشتراكي الموحد، واحد السؤال اللي تطرح في الندوه حول تقنين الكيف. بطبيعة الحال أنا أؤمن بمغرب ديمقراطي متقدم، مغرب الجهات الذي سنعطي للإنسان التمكين المعرفي والاقتصادي ليخرج من الفقر ومن التهميش ومن الحقرة. ولا أرى في هذه العملية ديال التقنين يعني الزراعة ديال الكيف، ونحن نعرف تماما بأن الفلاح الصغير يعاني من ضغط اللوبيات التي تتاجر في المخدرات، ويعاني كذلك من ضغط بعض السلطات التي ليس لها ضمير، التي تضغط عليه من كل ناحية. ولكن الحل للمشكل ليس في تقنين هذه الزراعة، بل في التفكير في إمكانية النهوض بكل الجهات اقتصاديا وتربويا وسياحيا، ويعني فك العزلة على الارض وعلى الناس وتحرر الانسان. لان ملي تنشوفوا انه هذاك الفلاح الصغير تيربح 10000 درهم في السنه، 10000 درهم ماذا ستعطي لهذا الفلاح؟ انا خصني نعطيه واحد المدخول شهري اللي يمكن له يعيش به هو وليداته بكرامه. اذا هذا نقاش مغلوط ربما تنسمعوا به في بلدان اخرى خطت اشواط. احنا باقي نتخبط ونريد بناء الديمقراطيه ونريد بناء نوع من العداله في هذه البلاد هذه، في حين يعني هذا ماشي هو الأولوية.